ثم سأسافر إلى المملكة المغربية وسوف أوصل نفس الرسالة وأقول للأخوة في المملكة المغربية والقيادات الرياضية، أنا كرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنني ملتزم مع كل من يعمل معي، وأنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف تعزز من الشراكة مع القيادات الرياضية في المملكة المغربية، وأريد أن أعبر لهم عن حبي الصادق للشعب المغربي، وأنني ملتزم بتطوير كرة القدم في المملكة المغربيه. يتوجب علي أيضا أن أقول أنني أحس بالحزن في ضوء ما رأيته في بعض المباريات التي خاضها المنتخب السنغالي، وليست مباراة خاصة بالمنتخب السنغالي والمنتخب المغربي. في المباريات التي سبقت النهائي والمنتخب السنغالي كان يخوض مباريات ضد منتخبات أفريقية أخرى، كنت أتساءل لماذا تغص المدرجات بالجماهير السنغالية؟ والإجابة كانت أن الشعب المغربي تربطه علاقة متينة بالشعب السنغالي، ولذلك رأينا جماهير غفيرة سواء من الجمهور السنغالي أو المغربي متواجدين في المباريات السابقة للنهائي. لا يجب على كرة القدم أن تؤدي إلى التوتر. كرة القدم هي تلك أو هي بمثابة ذاك المحرك الذي يمكن أن يعزز من العلاقات الطيبة بين كل الشعوب. المنتخب السنغالي يجمعه تاريخ جميل وتاريخ طيب وعلاقات جيدة. هناك علاقات جيدة بين المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي، ولا يجب على كرة القدم أن تفرق بين الشعبين. كنت سعيد جدا بما قاله رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وفيما يخص التغذية الراجعة الخاصة بالاجتماعات التي قمنا بها والاجتماعات التي خصت ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد المغربي لكرة القدم، وحتى الاجتماعات التي جمعت القيادات السياسية. أعجبتني التغذية الراجعة التي انبثقت عن ذاك الاجتماع، والكل أكد على أنه يجب أن نعزز أو نمتن من هذه الروابط بين البلدين.